اوكي نو فوتو. نو فوتو. نو فوتو. هيضربونا في اثيوبيا. ايه وصولي للبلد دي يعتبر رجعت بالزمن ل 2016، يعني رجعت بالزمن 7 سنين لورا. احكي لكم اكتر ليه وهنفهم، بس البلد دي النهارده هم في 2016. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. اهلا بكم في البلد اللي تعتبر اخطر دوله واحد مصري يزورها في 2023. اهلا بكم في تاني اكتر دوله مزدحمه في القاره الافريقيه كلها، اكتر من 120 مليون بني ادم. وصلنا الدوله رقم 62 في رحلتي حوالين العالم. اهلا بكم في اثيوبيا وبالتحديد العاصمه اديس ابابا. اهلا بكم من اكبر سوق موجود في افريقيا كلها. طول عليكم، ما تنسوش تدونا لايك وكومنت على الفيديو. خلينا نبدا عشان الفيديو ده هيكون زي اي فيديو، هننزل الشوارع هنشوف رد فعل الناس معانا ايه كمصري النهارده في 2023 جاي اثيوبيا. انا واقف وسط الناس كلها بتتفرج عليا. مبدئيا كده حاسس ان الوضع تمام بس ما نعرفش حاجه. يلا بينا. بدانا يومنا، هنبدا نتعشى، ندور على مواصلات عامه. عندهم هنا حاجه زي الميكروباص عشان نوصل للسوق. السوق اللي زي ما قلت لكم اكبر سوق في افريقيا كلها. اديس ابابا مدينه غريبه قوي، مدينه تحسها متقدمه ونظيفه، يعني شوارعها نظيفه، عندهم مترو، عندهم بنيه كويسه، بس في نفس الوقت تحس فيها عشوائيات كتير وتحس فيها مباني كتير قوي مش خلصانه. يعني هي ميكس ما بين الاثنين، فهنتفرج عليها مع بعض وفي الاخر بيقولوا لي رايكم. يعني مثلا على سبيل المثال احنا ماشيين في الشارع على الطريق السريع هاي واي، وفي هنا معزه ولا ميسي مباني مش خلصانه، وده الشارع يعني حرفيا في نص العاصمه في نهر، والنهر شكله والله لذيذ. بصوا. الو. I'm good. How are you? Fine, okay. You're good? Doing camera. Yeah. What's your name? My name is Achis Gosa. Achus Gosa. Yeah. Nice to meet you. Thank you. ايوه. الناس طيبه قوي. انا قلت كده واحنا بنصور هنكشه في الطريق ونشوف هيعمل ايه. اديس ابابا واحده من اعلى 5 عواصم او مدن في العالم كله، لان ارتفاعها 2800 متر تقريبا. فانا ماشي في الشارع دلوقتي بتكلم في الكاميرا، بدات انهى، النفس مش احسن حاجه. فاكرين لما منتخب مصر كان بيجي يلعب زمان او الاهلي بيجي يلعب زمان؟ استنى اخد نفسي. وكنا بنقول ان احنا السبب من اسباب ان احنا ما بنلعبش كويس ان ما بيبقاش في اكسجين، بالذات مع الرياضه والجري. نفس الاحساس انا مش حاسه قوي، يعني مع المشي والكلام بدات انهج. من المشاكل الكتيره قوي اللي بتواجهك في السفر في افريقيا ان دايما بيبقى في سعر سوق سودا وسعر بنك رئيسي. خديجه للاسف معهاش دولارات فقررت تسحب من المكنه الفلوس اللي بتديها لك 50% من اللي تقدر تجيبه من السوق السودا. يعني هنا الدولار الواحد في السعر الرسمي 50 بر، السوق السودا 100 بر، صار نص فلوسك لو اخدت من الاي تي ام او من البنك او لو اتعاملت بكارت البنك، لانه هيحاسبك على السعر الرسمي. ودي واحده من المشاكل في السفر في افريقيا، انك ما بتقدرش تشيل معاك دولارات كتير عشان تغيرها بالسعر السوق السودا، عشان عدم الامان، ما تمشيش بفلوس كتير. في نفس الوقت لو مشيت بالكروت بس هتخسر. الحته دي في افريقيا مشهوره قوي بالتين الشوكي، فاحنا ماشيين في الطريق لقيت عربيتين شوكي زيها زي مصر بالظبط. خلينا ناخد واحده ونجرب كده. اوبا. ده حلو قوي، حلو قوي 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 قوي. يعني مثلا عندهم في وسط المدينه ترام واي نضيف قوي زي اللي موجود في اوروبا اهو، طريق نضيف. فهي ميكس رهيب قوي، مش قادر اوصفه باي بلد ثانيه زرتها لحد دلوقتي. دخلنا السوبر ماركت نجيب ازازه ميه. للاسف في بلاد كتير قوي ما عندهاش كونسيبت الاكشاك، دي حاجه بحبها قوي في مصر، ان عندهم حاجه اسمها كشك. مصر انت في اي وقت 24 ساعه محتاج اي حاجه هتجيبها تمشي على طول من الشارع. فهنا لو عايز تشتري ميه لازم تخش سوبر ماركت عشان تجيب ازازه ميه. نركب اتوبيس عام. How much؟ المشوار الواحد بالاتوبيس تقريبا جنيه ونص. المكان ده اسمه مجنانيا، عامل زي العتبة عندنا كده. نزلنا مكان اسمه مجنانيا، عامل زي العتبة منه هناخد حاجة عشان نروح السوق الكبير. الدنيا تحسوها خطر شوية، ناس كتير بتحذر هنا من السرقة، من النتش، يعني من الآخر واحد هيشد الحاجه منك ويطلع يجري. فانا ماسك الكاميرا بايديا واسناني، ولو الكاميرا اتاخدت فللاسف مش هشوف الفيديو ده. بس احنا بنحاول عشانكم وعشان بنتعب، فانتوا ما تنسوش تدعمونا وتدونا لايك وكومنت على الفيديو. الفيديوهات دي كلها فيها مجهود وتعب كبير.
السوق ما بيخلصش، عامل زي العتبه حرفيا. ده كمان مش سوق، ده ميدان، يعني كام شارع. لسه هناخد مواصله تانية عشان نروح لاكبر سوق في افريقيا. ميركاتو ها؟ ميركاتو قبا هذا بسرعه بجامبر عند ميركاتو. لا بعشان السوق. طيب من الواضح ان احنا الاتوبيس الاولاني اللي ركبناه ده ما كانش زحمه. لو عايزين تعرفوا الزحمه بجد اهو، ميكروباص ما فيهوش ممر قد كده، واقف فيه مثلا فوق ال 20 واحد. وصلنا السوق وبنحاول ننزل. مستحيل نخرج. عندي ورقه اساسا ورقه تيجي تمشي يجي تمشي يا رجلي. نزلنا من الاتوبيس القاتل ووصلنا اكبر سوق موجود في افريقيا كلها، اكبر سوق مفتوح. بيقول لك ان هنا في اكتر من 10,000 محل، ويمكن في اكتر من 30,000 بني ادم او 20,000 بني ادم بيشتغلوا في السوق ده كل يوم، ده غير الناس اللي تيجي تشتري. فاحنا حاليا دلوقتي في المغامره عشان ندخل السوق ونستكشفه اكتر مع بعض. Halo guys. Hello. Wait. No, thank you. Thank you. في جامع من اكبر الجوامع اللي شفتها، بيقولوا ان ده واحد من اكبر الجوامع اللي موجوده في افريقيا كلها. بصوا الجامع قد ايه. وعشان الميه مش موجوده كتير فالوضوء بيبقى قدام الجامع بالمنظر ده، حاطين زي ازايز وناس قاعده وبيتوضوا زي ما انتم شايفين. دلوقتي وقت صلاه الظهر. انتوا مش متخيلين كميه الناس اللي داخله تصلي في اثيوبيا في اديس ابابا. بصوا كميه الناس، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا كميه الناس اللي بتصلي جوه. بجد اعداد رهيبه. يعني دي الساحه العلويه والخارجيه، الجامع اصلا تحت هناك ما شاء الله. واللي ملاحظه ان معظم الناس اللي في السوق مسلمين، ده رقم واحد. رقم اتنين، كل حاجه تتخيلها زي العتبه بتتباع هنا. احنا لسه في اول شارع، ورا كان في تلفزيونات، هنا في مراتب وعفش. Hello. How are you? Good? Good? Okay. والله الناس لذيذة. يعني أنا كنت متخيل إن أنا لو أكون مصري هنا والناس واخدة بالها إن إحنا مصريين وعارفين مش هيبقوا مبسوطين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. مع السلامة. وكمية المسلمين كبيرة قوي. اللي ما يعرفش الديانة التانية في اثيوبيا هي الاسلام اصلا بنسبة كبيرة قوي، ونسبة 30%. السوق كله مسلمين، والناس في الصلاة، في صلاة الظهر عادي بيروح على الجامع. انتوا شفتوا كمية الناس ورا، سبحان الله والله. يو افلم اوكي. من مصر. يو نو جبس يعني مصر باللغة الأثيوبية. You too. You Muslim? No Muslim? Christian. But Muslim Christian okay, huh? No problem. No problem. Okay. It's peace. Okay. Peace, ها؟ أكتر حاجة بحبها لما بنزل بلد إن أوصل السوق بتاعها الشعبي تقدر تتكلم مع الناس. يمكن مش حاجة بنعملها في بلادنا لأن إحنا عارفين عاداتنا وتقاليدنا، بس لما تروح بلد أجنبية ما تفكرش اللحظة ولا تتردد إنك ما تروحش السوق الشعبي عشان هتعرف كل حاجة عن البلد. This spice is a big market with basket. I'm from Egypt. Egypt. You know Egypt? Yeah, I know. No problem here from Egypt? No problem, ها؟ محدش عنده مشكلة معانا كمصريين الناس في الشارع. حياتي ما شفتش سوق بالزحمة والحاجات الكتيرة اللي موجودة فيه دي. بصوا كل حاجة موجودة، الشوارع عاملة ازاي، العربيات، كل حاجة حرفيا. موضوع ان الناس هي اللي بتشيل البضاعة بنفسها، والراجل ده بصوا معدي، الراجل ده معدي، الراجل ده معدي. بصوا العربية هنا بتحمل قد ايه. وعلى الرغم من هو سوق كبير وزحمه قوي في حاجات كتير قوي، بس انا حاسس الو هاو ار يو. ده سوق غالبا المواد الخام والبلاستيك، بطيخ في نص الشارع، كل حاجه هنا ممكن تلاقي.
احنا دخلنا في السوق وتغولنا ومش عارفين نفسنا، لقينا نفسنا فين، بس حاسس الناس في حاره. دلوقتي بدأ الموضوع يبقى حاره اكتر من ان هو سوق. الناس قاعده بتلعب هنا بيبي فود، كاوتش، هنا بيبيعوا الكاوتش الاطفال. والغريب ان اي حد بيشوفني بيطلب منك فلوس. بصوا هنا ممكن حد يديك كتف وهو شايل حاجه يوديك في داهيه. ايه اوكي نو فوتو. نو فوتو. نو فوتو. هيضربونا في اثيوبيا. ايه نو فوتو. اوكي الحمد لله طلعنا من الحاره دي بسلام. بس حرفيا كان في راجل ماسك لنا جذع شجره وكان اولموست هيضرب خديجه يعني، مش هيضربني انا بس. وفي الاغلب هو كان سكران او معرفش، بس الشارع كله بدا يتلم علينا. طلعنا بسرعه وهنكمل جولتنا في السوق، الجوله اللي ما بتخلصش والسوق اللي ما بيخلصش، وكله عمال يقول لنا حاجات بس احنا مش فاهمين، احنا ماشيين وزي ما يحصل يحصل. اغرب حاجه بقى في السوق ده ان السوق كله ما فيهوش عربيات اكل بتاعت شارع. يعني معظم الاسواق في العالم معروفه باكل الشارع، بس هنا الاكل مش منتشر قوي. فاحنا طالعين المبنى بيقولوا انه في مطعم فوق عشان نجرب لكم الاكل الشعبي اللي صوره الصراحه مش مشجعه، بس لازم نجربه. بصوا السوق من فوق بعد محاولات وتدوير كتير وصلنا للاكل الشعبي بتاعهم. بصوا عامل ازاي، رهيب، شكله رهيب. اول حاجه هنجربها العيش بتاعهم اسمه انجره، واللحمه بتاعتهم اسمها تبس. فهنجرب التبس مع اللحمه. لحمه حلوه قوي. اللحمه في افريقيا بالنسبه لي احلى لحمه في العالم، مزارع كلها طبيعيه. فاللحمه هنا وفي السودان وفي اريتريا كانت 10 من 10. العيش بتاعهم غريب ومختلف وخفيف كده، بس اللحمه الصراحه رهيبه، انا مش قادر ابطل اكل. نجرب برضو حاجه اسمها شورو، مش عارف ايه بس تحسها زي صلصه او عدس حاجه كده، بقوليات يعني. مش احلى حاجه الصراحه، بس اللحمه مع العيش مفيش كلام. خلصنا اكل ونزلنا نكمل جولتنا في السوق، لان احنا يعتبر ما شفناش 10% حتى من السوق. كل حاجه بصوا الناس ما بتخلصش. عربيات دي انا نفسي اعرف بتطلع من المكان ده ازاي، شوارع وعربيات وكلها عربيات، كلها مليانه على الاخر. الناس بتغسل جزم، في سمبوسه، اكل، الناس بتشيل على كل حاجه موجوده. هنشوف هنطلع من المكان ده ازاي، نشوف جزء تاني من اديس ابابا. نختم بقى بشويه اناناس طازه بما احنا في الدول الاستوائيه. اناناس how much 10 1 10 علينا حته الاناناسيه الواحده دي ب 10 بير 10 بير 3 4 جنيه مصري 10 سنت. خلي بالك السوق ده ما ينفعش حد، ما انا لسه مخبوط خبطه. الناس اللي بتشيل هنا ممكن تيجي تطيرك. بصوا كله شايل حاجات، ما ينفعش تبص في الارض ولا تبص في موبايلك ولا احد. اكلنا اناناس وخرجنا من السوق وبنتمشى بقى في الشوارع الخارجيه بتاعت السوق، واكتشفت ان هنا ليفل المعيشه متفاوت جدا. في عشش حرفيا وفي نفس الوقت في ابراج، يعني ده برج ودي كلها عشش ناس عايشه فيها. عارفين مع المطر في خضار وفي زرع، فمدي للعشش جمال كده، حاسسها شكلها جميل. فاهمين قصدي؟ مع الشجر. تخيلين اللي ورايا دي عشه بكل الشجر ده، تحفه. واو فيري نايس. بطم عارف دي عشه في منطقه شعبيه. شايفين الناس مهتمين بالزرع ازاي والخضار، جميله قوي. بس الصراحه حاله البيوت صعبه قوي، تفكرني بالبيوت بتاعت كوريا. حد فاكر فيديو كوريا؟ يعني ده كل ده بيوت ناس عايشه. وصلنا بقى المنطقه الشعبيه، ودلوقتي ناخد حاجه زي اوبر عندهم هنا اسمها رايد، ونطلع على المنطقه الحيويه او وسط البلد، انضف شويتين، ونتفرج على الوجه الاخر. There are bikes to take the phone and run? Yeah. This kind of bikes. This guy. Yeah. And it happens a lot? Yeah. بيقول لنا ان التليفون لازم نخلي بالنا منه، لان نستخدم السماعه احسن عشان ما يحصلش حاجه، حد يشد التليفون ويجري في الشارع. نزلنا من الاوبر اخد نص ساعه في عز الزحمه، وتقريبا الحساب كان $3. فهنا المواصلات رخيصه قوي، المواصلات العامه رخيصه، التكاسي رخيصه،
حاسس نفس اسعار مصر، يعني تقريبا نفس رينج الاسعار، بس جينا في حته بقى كلها ابراج وفنادق. يعني بصوا اجواء مختلفه تماما. ف اديس مدينه كبيره ومن المدن اللي تتحب، لان انا دايما بحب المدن اللي بيبقى ليها وجهين، يعني زي مثلا القاهره برضو. بنتمشى دلوقتي والمفروض ان كل الناس كل ما تشوفنا في الشارع بتحذرنا ان احنا كاجانب بالليل المفروض ما نمشيش في الشارع، المفروض ما نمسكش الكاميرا زي ما انا ماسكها كده. بس حاسس ان انت لو مخلي بالك من نفسك زيك زي اي بلد ممكن تسرق فيها وممكن لا. وبس عمري ما حسيت لحد دلوقتي بساعة ما جيت بقالي يومين هنا ان الموضوع خطر او الموضوع مش امان. البلد زيها زي اي بلد، فيها الحلو وفيها الوحش، في حد ممكن يسرقك وممكن يكون نسبة اعلى سنة من بلاد تانية، وفي بلاد امان اكتر، بلاد مش امان خالص. وبس فبلد عادية مش بالافوره اللي الناس بتقول لي عليها، لا خلي بالك من حاجتك. خلص اليوم المتعب الصعب الطويل في واحده من اقوى واكبر العواصم اللي زرتها لحد النهارده. بس قبل ما نختم الفيديو كنت عايز اتكلم معاكم بسرعه عن قصه التوقيت والتاريخ والسنه اللي قلتها في اول الفيديو وما جبتش سيرتها طول الفيديو. اتكلم سريعا. اثيوبيا تقريبا واحده من اكتر الدول تدينا في العالم كمسيحيين ارثوذكس، فهم بيتبعوا هنا السنه الميلاديه القبطيه المصريه القديمه، يعني بيتبعوا التاريخ القبطي المصري القديم، وده مخليهم متاخرين عننا 7 سنين، لان هم الشهور بتاعتهم كلها 30 يوم وعندهم السنه 13 يوم، 12 شهر 30 يوم، وبيبقى لهم 5 أو 6 ايام زياده بيعملوا شهر 13 ب5 أو 6 ايام، فده دايما مأخرهم كل سنه لحد ما النهارده بقى عندنا فرق 7 سنين، حاجه شبه تقويم الهجري. الحاجه الثانيه بقى غريبه اكتر، اثيوبيا التوقيت بتاعهم الساعه 24 ساعه، بس بيبداوا الساعه رقم 0 اللي احنا عندنا بتبقى الساعه 12 بالليل اللي هي صباحا، يعني بيبداوها من الساعه 6 صباحا، يعني الساعه 6 الصبح هنا هي الساعه 12 الصبح عندنا، فهم كمان متاخرين عننا في الساعه 6 ساعات. يعني انت لو رحت محل هنا وبتسال الراجل الساعه كام ممكن يقول لك الساعه 4 العصر وهي الساعه 10 بالليل، عشان هم متاخرين 6 ساعات. حاجات كتير وغريبه والعباكه، مش هطول عليكم، اتمنى تكونوا استفدتوا واتبسطتوا من الفيديو. وما تنسوش كالعاده قبل ما تقفلوا الفيديو ادونا لايك وكومنت وقولوا لنا تحبوا تشوفوا ايه في الفتره الجايه. اشوفكم في الفيديو الجاي، فيديو قوي قوي عن منبع نهر النيل في اثيوبيا، ما بنهزرش. سلام.